3 حاجات لو بيحصلوا لك في العلاج الطبيعي في المركز اللي انت بتتعالج فيه، اهرب. لما بيجي لي مريض ويقول لي يا دكتور انا كنت بعمل علاج طبيعي في مكان قبل كده، ببدا الحقيقه ينتابني شعور من الايه، من القلق. ليه؟ لان في زملاء تانيين اشتغلوا، فهل الحاله صعبه ومستعصيه انا مش هعرف افيد فيها، ولا العلاج الطبيعي اللي تم ما بيبقاش افضل حاجه؟ فانا جاي اشارك معاك على 3 حاجات انا بسال عليهم المريض بتاعي، اعرف اذا كنت هبدا اشتغل مع هذا المريض واديله وقت واعرف ان شاء الله ممكن يبقى فيه نتيجه كويسه لان احنا ما عملناش علاج طبيعي جيد، ولا العلاج الطبيعي كان كويس واحنا المشكله في الحاله مثلا او اي سبب اخر. اول حاجه ان اللي بيشتغل معاك بيعمل لك اجهزه فقط. انت بتروح بتعمل اجهزه بس، بتتحط على جهاز الكهرباء، جهاز اللمبه الحمراء، ومفيش اي حاجه تانية بتحصل معاك كبير والترا ساوند، وبيقول لك اتفضل امشي وتمام على كده. طبيعي جدا ان في البدايات ممكن يحصل ان انت بتتعامل بالاجهزه اكتر حتى ان الالم يبدا يهدى ويقل، لكن لو ده استمر اكتر من جلستين 3 من غير اي تمارين ولا علاج يدوي، اهرب. الحاجه الثانيه ان التمرينات العلاجيه ما بيتمش شرحها بشكل جيد، يعني بيتقال لك اعمل التمرينات في البيت، او التمرينات بتتعمل بسرعه كده اي كلام وتكملها انت في البيت. الكلام ده مؤشر مش جيد خالص في منطقه العلاج الطبيعي اللي انت بتعملها. حاجه رقم 3، العلاج اليدوي اللي انت بتعمله ما بيكملش وقت طويل خالص، ما بتحسش براحه اثناء الجلسه. العلاج اليدوي صحيح بيكون تاثيره مؤقت مش تاثيره مستدام، لكن مهم جدا ان انت تعرف تبدا تعمل التمرينات العلاجيه بشكل امن وبشكل كويس وبشكل صحي من شكل بالاساس يعني. والافضل من كده كمان ان انت بتحس براحه اثناء الجلسات وبالتالي تعرف تكملها بشكل كويس. دول كانوا 3 حاجات لو شفتهم في العلاج الطبيعي اللي انت بتعمله اهرب. لو عايز تعرف 3 حاجات تقولك ان انت في مركز ممتاز، استنانا الجلسه اللي جايه ان شاء الله، او استنانا الفيديو اللي جاي ان شاء الله.